بما ان النهارده نادي الزمالك هيلعب نادي بيراميدز الساعه 8، فانا جاي احكي لك موقفين هيبينوا الفرق الكبير والواضح بين جماهير الاهلي الواعيه والفاهمه وبعض من جماهير نادي الزمالك. علشان الاهلي من كام سنه كان هيلاعب نادي بيراميدز وهو حاسم الدوري، علشان الاهلي لو كان خسر كان نادي بيراميدز هيروح دوري الابطال والزمالك هيروح كونفدراليه، ولو الاهلي كسب الزمالك هو اللي هيروح دوري الابطال وبيراميدز هيروح الكونفدراليه، علشان النادي الاهلي ينزل الملعب بقيمه ومبادئه ويكسب الماتش عشان الزمالك يروح دوري الابطال بسبب النادي الاهلي. ونيجي بقى للموقف التاني، النهارده نادي الزمالك هيلعب نادي بيراميدز، علشان الزمالك لو كسب النادي الاهلي هيبقى بشكل رسمي او شبه رسمي حسم الدوري، علشان يطلع علينا بيدج ايطاليان هبداوي ويوجه رساله لايمن الرمادي فيما معناه ان احنا لازم نريح لعيبتنا، او بمعنى صح يفوت الماتش. هو بعيدا عن ان نادي الزمالك لو حب يكسب نادي بيراميدز في الوضع الطبيعي مش هيعرف بسبب الفرق اللي معاه، بس انت اصلا ما حطيتش في دماغك ان انت لو خسرت الماتش ده هيبقى في احتمال ان انت ما تشاركش الكونفدراليه الموسم الجاي. طب ما حطيتش في دماغك ان ايمن الرمادي لو سمع كلامك وفوت الماتش يبقى كده بيخالف ضميره المهني وما بيراعيش ربنا في اكل عيشه وممكن ربنا يحاسبه. نادي الزمالك ده بيفكرني هو وجماهيره بالطلب الفاشل، هو ما يهموش هو فاشل ليه، بس اللي يهمه هو فشل اللي حواليه. فاحلى مسا عليك يا زلو يا فاشل، وما تنسوش يا جدعان تعملوا لنا لايك وفولو والحاجات الحلوه اللي بتعمل في الجنب دي، وسلام.